أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذا المنتخب الوطني الجزائري يقترب من بلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخه بعد الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي شهدت فوز الجزائر على بوتسوانا ب3-1 وتعثر ملاحقه منتخب موزمبيق الذي انهزم أمام أوغندا برباعية نظيفة. يتساوى المنتخبين في النقاط في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن متصدر المجموعة المنتخب الجزائري، وفيما يلي حظوظ الجزائر في التأهل للمونديال. في حال فوز الجزائر على غينيا التي ستجرى غدا الاثنين فسيملك 21 نقطة في رصيده، وتعثر ملاحقه أوغندا وموزمبيق فستتأهل الجزائر رسميا إلى المونديال حتى في حال هزيمة المنتخب الجزائري في الجولتين الأخيرتين. أما في حالة فوز أوغندا والموزمبيق فعليه أن يفوز في واحد من المباراتين الأخيرتين أمام الصومال وأوغندا. وعلى العموم فإن المنتخب الوطني الجزائري حسابيا يحتاج إلى 4 نقاط للتأهل رسميا إلى المونديال. حظا موفق لأشبال فلاديمير بيتكوفيتش في قادم الجولات.